ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده لوحه فنيه بجد. شايفين الالوان والجمال ده؟ غير انه طعمه بجد رهيب، يفتح النفس كده وينفع معانا في فطار، في غدا، في عشاء، في اي وقت. شغال معانا من جماله وحلاوته. هتعملوه كده كل يوم. يلا بقى حطوا لايك للفيديو الحلو ده وتعالوا نشوف هنعمل الطبق الجميل ده ازاي. معايا هنا وحدتين او 3 كده من البطاطس. الكمية طبعا على حسب الرغبة. بقشرهم كلهم كده واشطفهم الاول، وبعدين هقطعهم كده حلقات، ما تكونش تخينة قوي ولا تكون رفيعة شيبسي، يعني وسط كده، بحيث لما احمرها تستوي معايا في التحمير، يعني تتحمر وتستوي في نفس الوقت. ولو الشريحة تبقى عريضة شوية بقسمها كده نصين. بعد كده بحط الزيت يسخن معايا وهحمر البطاطس او اقليها تحمير كامل، يعني هتاخد معايا اللون وتكون في نفس الوقت كمان استوت. لو الكمية كبيرة طبعا هحمرها على مرتين. بقلب البطاطس كده عشان كلها تاخد من اللون الذهبي وتستوي معايا. تمام كده زي الفل. والبطاطس كمان عندنا بطاطس تحمير واخده اللون الذهبي وتحفة كده، طعمها كمان بيبقى حلو قوي. وانا بحمر بقى بقية البطاطس هجهز بقى الخلطة الحلوة اللي هتدينا بقى ايه الطبق ده، هتوديه يعني في حتة تانية كده. معايا نص حزمة من البقدونس، هقطعها رفيع جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبصلاية وسط هقطعها شرايح رفيعة او تقطيعة صغيرة كده على حسب ما بتحبوا يعني. انا هنا قطعتها شرايح رفيعة كده جدا. بعد كده بديها رشة من الملح على البصلة كده لوحدها، وبفركها كده بحالها كلها كده في قلب بعضها. هنجهز بقى الصوص الحلو اللي هنحطه على وش الطبق. وبكوين كده من الكاتشب او معلقتين كاتشب كبار، واحط عليهم عصير ليمونة ورشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة، واقلبهم كده مع بعض. بصوا الميكس ده بقى تحفة بجد، يعني عايزة اقول لكم زودوا في الصوص ده لان بيودي الطبق كده طعمه في حتة تانية كده خالص. التسكيرة بتاعة الكاتشب مع المزازة بتاعة الليمون عاملين ميكس كده حلو قوي. بعد ما حمرت كده البطاطس حطيت عليها البصل اللي عليه رشة ملح عشان نملح البطاطس، وحطيت عليه البقدونس وفركتهم كده كلهم في قلب بعضهم. وبعدين نزلت بقى بالصوص ده كده على الوش. شايفين الجمال والحلاوة؟ يعني بجد مفيش أجمل وأحلى من كده. طبق لذيذ ورهيب، يعني بجد لازم تجربوه. خفيف كده هيعجبكم جدا جدا. بالعيش بقى كده بتاعنا البلدي او العيش الشامي، واعمليه كده الجيب كده زي الجيب كده، واعمليه كده سندوتشات للولاد يتعشوا بيه بقى، يفطروا بيه كده، حاجة روعة بجد. يعني وصلتوا معايا بقى لغاية هنا، متنسوش بقى اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.